بعد صفقة انتقال زيزو للأهلي وبعد ما اتأكدنا من انتقال زيزو للأهلي، النهارده بنصحى على خبر جديد وعلى صدمة جديدة، وهي اقتراب توقيع محمود حمدي الونش من الانتقال للنادي الأهلي. والحقيقة هنا أنا مش هتكلم على زيزو ولا على الونش ولا على أي حد من اللعيبة، لأنه أنا ما بيفرقليش اللعيبة اللي هتمشي من الزمالك تروح الأهلي أو تروح في أي حتة، وما بيفرقليش أي لعيب يمشي من الزمالك أيا كان اسمه وأيا كان حجمه، لأنه الزمالك هو اللي بيصنع النجوم. ولأن زي ما جبنا زيزو ده ببلاش وخليناه أحسن لاعب في مصر على مدار 5 سنين بفضل جماهير الزمالك ودعمهم ليه، نقدر نجيب قده 2 و3 و10 هو والونش وحسام عبد المجيد ومصطفى فتحي وبن شرقي وإمام. ده الزمالك، ده الزمالك اللي بيعمل الأسامي دي، ده الزمالك اللي بيصنع النجوم دي اللي هم اصلا قبل الزمالك ما كانش حد يعرفهم ولا يسمع عنهم ولا كان ليهم 30 لازمه. فانا هنا مش فارق لي خالص الونشي هيمشي يروح الاهلي، زيزو هيروح الاهلي، بن شرقي يروح الاهلي، امام هيروح الاهلي، مش فارقه لي نهائي. لان انا بشجع الزمالك ما بشجعش زيزو، انا بشجع الزمالك ما بشجعش الونش، انا بشجع كيان اسمه نادي الزمالك، اكبر قلعه رياضيه في مصر وافريقيا. ما بشجعش زيزو اللي بيلعب في الزمالك، ما بشجعش الونش اللي بيلعب في الزمالك. وعلى كده ممكن اديك امثله كتير قوي من ايام حازم امام وعبد الحليم علي وحسام حسن وجمال حمزه وشيكابالا نفسه الاسطوره. هل هنبطل نشجع الزمالك؟ هنفضل نشجع الزمالك لو الزمالك درجه رابعه. لكن انا هنا تعليقي مش على اللعيبه ولا فرقين للعيبه يمشوا في 60,000 داهيه، مش مشكلتي. انا تعليقي هنا على حاجتين: النادي الاهلي اللي هدفه الاول والاخير والرئيسي هو تدمير الزمالك وهده، ونادي الزمالك اللي عنده اداره افشل من الفشل. هنبتدي باداره الزمالك لان احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، وبعيده لكم تاني. احنا دعمنا كتير ووقفنا في ظهر الناس دي كتير، لكن الناس دي لا تصلح لاداره مركز شباب. الزمالك تقيل عليكم وكبير عليكم، ده لو انتوا فعلا مش عارفين تدوروا. اما لو انتوا لجنه جايه عندها مخطط اسمه هدم وتدمير نادي الزمالك، فدي حاجه تانية، ودي انا شاكك فيها على فكره. ان حسين لبيب من يوم ما مسك النادي ده ما عملش اي حاجه غير ان هو يخرب النادي ويهد النادي. صالات بتخسر كل البطولات، فرقه مش عارف تحافظ على نجومك ولاعيبتك بتمشي، ومش عارف تجيب صفقات، وعلى طول القيد عندك موقوف، ومش عارف تحل ولا ازمه من الازمات اللي عندك. انت مستلم النادي فيه ازمات من الاداره السابقه. عايز اقول لك ان الاداره السابقه دي قعدت 10 سنين، اخفقت سنه طالبنا برحيلها. انت بقالك سنه اخفقت اخفاقات تكفي 10 سنين. فاداره الزمالك فاشله، فاشله، فاشله بالثلاثه، وعليهم بالاستقاله لو عندهم ذره دم او كرامه استقيلوا. اما الاهلي بقى، فالاهلي عنده مخطط واضح وصريح ورسمي بقاله سنين احنا عايشين فيه، اسمه هدم وتدمير وتفريغ الزمالك. هو ليه الاهلي مش مركز مع اي لعيبه في افريقيا ولا في مصر غير اللي في الزمالك؟ هل مصر وافريقيا كلهم ما فيهمش لعيبه سوبر غير لعيبه الزمالك؟ ليه الاهلي ركز انه ياخد كل فرقه 2020 اللي كانت جيل ذهبي بالنسبه للزمالك وجمهوره ويلعبهم عنده دلوقتي ويعمل لهم العقود بالارقام دي؟ اشمعنى لعيبه الزمالك؟ وايه الهدف من تدمير وتفريغ الزمالك؟ طبعا يعني ده سؤال اجابته واضحه. الزمالك هو المنافس الوحيد القادر على انه يكسب الاهلي في اي بطوله، فالحل الوحيد عشان الاهلي ياخد كل حاجه ومحدش يقف قصاده هو تفريغ وتدمير الزمالك. بيراميدز فريق قوي ومعاه ملايين، ما عندوش القاعده الجماهيريه اللي عند الزمالك اللي بتخليه يقف قدام اي حد. جمهور الزمالك قوه جباره، فالزمالك ينهار الاهلي هتبقى كل حاجه بالنسبه له متاحه وسهله. الزمالك بكل فلوس، بكل مشاكله وكل العقد اللي عنده دي، والاهلي بكل فلوسه وملايينه دي، لما تقابله في السوبر الافريقي الزمالك كسب بناصر منسي وناصر ماهر ولاعيبه سوريا، انا اسف في الكلمه، كسب. فتخيل الزمالك لو عنده ومعاه وفي استقرار، فهنا انا مركز، او انك انت عايز تهدني لان مفيش حد بينافسني غيرك. وطبعا الاهلي هنا لما بيستهدف الزمالك وبيستهدف تفريغ وتدمير الزمالك، ده ما بيعملوش لوحده الاهلي. الاهلي بيدعم ماديا، ماديا من الدوله دعم غير محدود. لا زمالك ولا اسماعيلي ولا مصري ولا اتحاد ولا اي فرقه في مصر بتاخد 10% من الدعم اللي بياخده الاهلي. فانت بتدعم بفلوس الدوله، وبنفس فلوس الدوله بتهد الزمالك. ايه الهدف وايه الفكره؟ وليه الاهلي بيتساعد على ده؟ وليه الاهلي بيتنفذ له المخطط بتاعه اللي هو عايزه ده؟ انا مش عارف. يا جماعه احذروا جمهور الزمالك. يا جماعه احذروا غضب جماهير الزمالك. يا جماعه لو انتوا بتتكلموا ان انتوا مش عايزين فتنه في الرياضه في مصر، وكل الناس طالعه بتتكلم انه لا للتعصب والفتنه، واللي بيثيروا الفتنه اللي بيعملوا الاهلي ده اكبر اثاره للفتنه. اللي بيعمله الكابتن محمود الخطيب، رمز واسطوره الاخلاق والمبادئ اللي ما شفناش منهم بربع جنيه، لا اخلاق ولا مبادئ، لا عنده ولا عند النادي اللي هو بيديره. ده اللي بيثير الفتنه. فين اخلاقك وفين مبادئك يا بتاع المبادئ في اللي انت بتعمله؟ حقك تشتري اللعيب اللي انت عايزه ما دام معاك فلوس وعقده خلص، حقك. بس الطريقه، التقديمه، الشياط بتاع احمد شوبير،
كل ده ما بيصيرش الفتنه؟ استفزاز جماهير الزمالك ده ما بيصيرش الفتنه؟ انك مش لاقي لعيبه في العالم كله تشتريها عشان داخل كاس العالم للانديه غير لعيبه الزمالك، ده ما بيصيرش الفتنه؟ وبالمناسبه يعني، هل انت يعني تجهيزك لكاس العالم بلعيبه الزمالك ده اللي هيخليك تاخد كاس العالم؟ كان الزمالك نفسه راح باللعيبه دي كاس عالم. يعني معلش، انت بتاخد زيزو وبن شرقي وامام عشان رايح تلعب في كاس العالم؟ دول كانوا عندنا وما عرفوش اصلا يجيبوا لنا افريقيا عشان يودونا كاس عالم. فهتاخدهم يعملوا ايه معاك بكاس العالم؟ سيبك من قصه انا بدعم الفرقه لكاس العالم. صفقات لعيبه الزمالك كلها اللي الاهلي بيعملها هو ما بيعملهاش فنيا قد ما هو بيعملها كيدا في الزمالك وتدميرا في الزمالك وغيظ في جماهير الزمالك. انه ياخد لقطه انك يا بيبو يا بيبو يا بيبو يا بيبو عند جمهور الاهلي، فتبقى خدت اللقطه، فتبقى انا اللي جبت اللعيبه من قلب الزمالك. ودي عقده عند الخطيب على فكره. خطيب بياخد لعيبه الزمالك لسبب واحد، لانه اول ما مسك الاهلي كان عنده نجم كبير قوي وهو اهم لعيب في مصر اسمه عبد الله السعيد. جه مرتضى منصور في عز جبروت عبد الله وفي عز قوه عبد الله وفي عز ما عبد الله نجم مصر، خده من قلب الاهلي ومضاه. ودي كانت بدايه فتره تولي الخطيب لرئاسه الاهلي. فدي عملت ضجه جامده والدنيا اتقلبت على بيبو وجمهور الاهلي اتقلب على الخطيب وعبد الله مشي وقعدوا سنين مش عارفين يعوضوه. فتحس انها بقت عقده نفسيه عند محمود الخطيب لما جات له الفرصه ولقى مجلس اداره مهلهل مهلهل، مش فاهم اي حاجه في اي حاجه، ما لقاش حد واقف له، والدوله دعمته وبقى معاه فلوس بالعبيط. هو كده كده بياخد فلوس بالعبيط من الدوله وده العادي. فقرر انه يطلع عقدته في انه يشتري كل لعيبه الزمالك. فيا جماعه والله الموضوع ابسط من كده بكتير. مفيش زملكاوي زعلان على لعيب ولا فارق له لعيب يروح فين او يجي منين. احنا لو بنلعب بالناشئين هنفضل ننافس، لو بنلعب بعيال صغيره هيفضل اسمه نادي الزمالك. والزمالك لو نزل درجه رابعه هنفضل نشجعه وندعمه. احنا ما بنشجعش حد، لا مجالس اداره ولا لعيبه ولا اجهزه فنيه، احنا بنشجع نادي الزمالك. فاحنا مش فارق لنا مين هيروح فين، ولا فارق لنا مين هيمشي، ولا فارق لنا مين هيقعد ومين هيكمل. احنا فارق لنا انه الناس اللي موجوده جوه نادي الزمالك ومش خايفه على النادي وما بتحبش النادي مش قد المسؤوليه توكلوا على الله. مشكورين امشوا. وهفضل كل يوم اعمل كل يوم فيديو واقول نفس الكلام وبناشد رئيس مجلس اداره نادي الزمالك: ابوس ايديكوا ارحلوا، ابوس ايديكوا استقيلوا، مش قد مسؤوليه الزمالك امشوا. الزمالك كبير قوي كبير قوي 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 واكبر منكم بكتير. فبعد اذنكم كفايه اللي حصل وكفايه اللي بيحصل وكفايه خروجنا من الكونفدراليه وكفايه ان احنا بعدنا عن المنافسه في الدوري وهنتغلب من بيراميدز في نهائي الكاس. فكفايه قوي خسائر لحد كده. اتفضلوا مشكورين استقيلوا وامشوا وسيبوا المهمه للي يقدر يشيلها. واللي عايز يمشي من الزمالك يغور في 60 داهيه. يبقى الزمالك بجماهيره.